السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات واحلى متابعين، عاملين ايه؟ وحشتونا. كل سنة وانتم طيبين وجمعة مباركة عليكم يا رب. كده كلكم يا رب. ويجعل ايامكم كلها حلوة ان شاء الله. النهاردة معايا وصفة حلوة جدا وسهلة وبسيطة. برضو منزلاها على القناة، يعني انا بعيد في الوصفات وبجدد وبشيل وبحط. برضو الحواوشي نازل على القناة قبل كده كذا مرة، وكل مرة بطريقة مختلفة. عملنا حبة حواوشي، عملنا من نص كيلو لحمة، عملت حوالي 15 رغيف. بسم الله ما شاء الله. العيش البلدي الكبير مش زي اللي بنجيبه طبعا من الحات وكده. وعملنا حبة عصير مانجا وحطينا طبعا شيبس ومخلل ويعني اللي عايز ياكل اي حاجة طبعا الاولاد اللي نفسه فيهم بياكل. بصوا الحواوشي ده طعمه خطير ومجرمش، بسم الله ما شاء الله كده، حاجة تحفة. بصوا معايا هنا بنات نص كيلو لحمة مفرومة، عليه بصلتين كده كبار مبشورين او تضربوه في الكب يعني، وفلفل 3 انواع سبايسي وبارد واحمر. اللي موجود عندك برضو حطيه، مش ضروري ال3 انواع، يعني اللي كان عندي حطيته. والبصل ممكن تضربيه برضو في الكبة، بس انا الكبة عندي بايظة للاسف، فبشرته في المبشرة وعصرته بس مش جامد يعني، خليت فيه نسبة مية. وهحط ملح وفلفل اسود وبهارات. هنا كنت غلطت واخدت بهارات الفراخ، فبعد كده جبت بهارات لحمة. احط بهارات لحمة، او لو عندك بهارات الحواوشي برضو اللي هي بتتباع جاهزة يعني كده، او من عند العطار ماشي، بس انا كنت مخلصة يعني للأسف، بس حطيت بهارات لحمة برضو ادتني الطعم حلو. واهم حاجة الفلفل، لو عايزاه سبايسي ماشي حطي. كمان عندك اطفال مش هينفع تعملي سبايسي، اعمليه بالفلفل العادي، مش اكتر من كده، مش لازم. وبعد كده عجنته عجنة حلوة. ولو عندك ليا يا سلام، لو عندك ليا برضو تحطي حتة، بس انا اللحمة بتاعتي مش فيها دهن كتير، ما عنديش ليا، فحطيت حوالي كده يعني معلقتين سمنة محترمين بس. وهتدعكي كل الكلام ده كده وتعجنيه مع بعض عجنة حلوة. و... وممكن تبشري طماطمايه برضو وتحطيه عليها، تديها تسكيرة حلوة. كنت انا كده بصوا عجنت اللحمة كويس جدا. لو في الكبة هتسهل عليكم برضو وهتخليها ناعمة وحلوة. السر هنا يا بنات في الفحماية. هجيب كده فحماية وهحطها مع اللحمة وهي نية، هطفي الفحماية عليها واغطيها، هتديني ريحة حلوة جدا كأني عاملاها على الفحم. دي تركاية حلوة، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا حبايبي الحلوين اللي بيعلق لي او يكتب لي كومنت او شاهد الفيديو للاخر، ان شاء الله هتستفاد. كمرته كده بالغطا عشان الريحة كده توصل لكل اللحمة وكده. هنجيب العيش البلدي بتاعنا الحلو، كنت جايباه من الفرن طازة ومفتح كله حلو كده وابيض. مش ضروري يعني تفتح الرغيف، بس ده يعني انا ببص بالمقص وكده اتفتح معايا كله، بس عادي برضه. هبطط كده، هاخد بالعجينة وافرد في العيش، هتفتحيه كده نفس الفتح. العيش بسم الله ما شاء الله الرغيف ملان، احلى من بره بكتير طبعا، ونظافة. كل حاجة انت عاملاها بايدك وايدك نظيفة ومتعقمة، بنتوضى وبنصلي الحمد لله. فالحمد لله كده تاكلي انت مغمضة عينك ومطمنة، مفيش نسبة دهون كتيرة برضو عشان ما يكونش حامي على المعدة، والدهون يعني قليلة برضو. حتى كمية الزيت اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي انا وبدهن بيها الرغيف مش كتيرة برضو،
عشان بس هيطلع معانا مجرمش وكده. لو عندك سمنة بلدي يبقى حلو جدا لو دهنتيه، بس انا عملته بالزيت يعني عشان الدنيا مرمشة اكتر. صلي على النبي في الكومنتات وكمل الفيديو الاخر. واللي محتاج اي وصفة، بسم الله ما شاء الله عملنا كمية محترمة، اللي محتاج اي وصفة يكتبه في الكومنتات. اي حاجة، اي حد محتاج اي حاجة يكتب لي، اكتبوا لي كده في الكومنتات وانا اعملها لكم ان شاء الله عشان تشجعونا نكمل مع بعض الفيديوهات بتاعتنا. وشكرا لكم حبايبي الحلوين، وربنا يدومكم نعمة في حياتي ان شاء الله. واكمل معاكم، ادعوا لي كده عشان انا داخله في حاله يعني مش حلوه، فادعوا لي ان شاء الله ربنا يعفو عنا جميعا كده ونكمل مع بعض، اللهم امين. وتكبروا بخاطرنا كده وترفعوا الفيديو باللايك والكومنت الحلو والمشاهده العاليه هي اللي بترفع الفيديو برضو. شاهدوا لنا الفيديو فضلا وليس امرا طبعا، والاعلانات، وربنا يبارك فيكم كلكم جميعا. هنا بص جبت حبة زيت الفرشة وهتدهني بس كده الرغيف من الوش من ناحيتين ومش اكتر من كده. بص في طريقتين للتسوية. انا كنت في الاول بسوي على الطاسة على البوتاجاز، كنت بدهن الطاسة برضو مسحة زيت كده بالفرشة واسويه على البوتاجاز. بس دلوقتي بعمله في الفرن. تسوية الفرن حلوة جدا، يعني لما عندهاش فرن برضو تسويه على الطاسة على البوتاجاز سهل جدا وحلو برضو نفس الطعم وكل حاجة يعني. فانا كده بنات بفرده وبحطه على في الفرن، بولع فوق وتحت، بولع الشواية والفرن من تحت وبجلب فيه الناحيتين لما يطلع بنفس اللون اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي والغرمشة والطعم خطير اقسم بالله. بصوا الطعم يا بنات والشكل قصدي، انا بعمله كده هنا بس صوت الخربشة طبعا عشان الفيديو. بصوا بجد فظيع يعني، طعمه حلو جدا. وحطيت هنا مخلل، هنا دول اول حبة سويتهم لان كانت بنتي جعانة وعايزة تاكل. هنا باقي الكمية، طبعا في كمية تانية برضو لان فاض مني كمية ما عملتهاش. وبعد كده طلبوا مني عصير، عملت لهم عصير مانجا وحطينا مخلل وشيبسي، وبالهنا والشفا طبعا ليهم، وبالهنا والشفا للي شاهد الفيديو. شكرا لكم، شكرا على المتابعة.